مرحبا بكم مشاهدينا الكرام معنا في عدد آخر من برنامج حصيلة الكان. انتهت مغامرة المرابطون في كأس إفريقيا بالكوت ديفوار عقب الخسارة أمام منتخب الرأس الأخضر ب1-0. هدف المباراة الوحيد سجله اللاعب برايان مينديز في الدقيقة 88 من نقطة الجزاء ليتأهل بذلك منتخب أسماك القرش الزرقاء للدور ربع النهائي. أطاح المنتخب الإيفواري بحامل اللقب منتخب السنغال بركلة الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي هدف لمثله. سجل أولا للمنتخب السنغالي حبيب ديالو في الدقيقة 4 وعدل اللاعب فرانكيسي للكوت ديفوار من نقطة الجزاء في الدقيقة 86 ليتأهل بذلك الفيلة للدور ربع النهائي. وللحديث عن آخر مستجدات المنتخب الوطني المغربي سعيد جدا باستضافة الزميل عبد الحق سرحان الصحفي بموقع الفوسبور. عبد الحق مرحبا بك. مساء النور الزميل العزيز زميل الزين، شكرا لك على الاستضافة بهذا البرنامج ديالك الرائع والرائع جدا حصيلة الكان الذي تسلط فيه الأضواء كل ما يتعلق بنهائيات كأس إفريقيا وعلى وجه الخصوص المشاركة المغربية. إذن كما شاهدنا اليوم في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة أكد الناخب الوطني على غياب بوفال بشكل رسمي عن أسود الأطلس فيما تبقى من المباريات. كيف ترى عبد الحق يعني غياب لاعب بحجم سفيان بوفال خاصة وأننا دخلنا لمرحلة خروج المغلوب؟ اكيد ان المنتخب الوطني تاكد جليا الغياب ديال سفيان بوفال، وكنعرفوا القيمه ديال هذا اللاعب على مستوى الخط الامامي ديال المنتخب المغربي، ولكن يعني شفنا الخبر ديال البارح بشكل رسمي تاكد الغياب ديالو على المباراه المقبله امام منتخب جنوب افريقيا، بل اكثر من ذلك انتهى المشوار ديالو مع المنتخب الوطني في نهائيات كاس افريقيا الحاليه. ولكن هناك بدائل بنفس المواصفات ديال سفيان بوفال، والحديث هنا على اللاعب الزلزولي ممكن انه يزج به الناخب الوطني كأساسي في المقابلة ديال غدا. وممكن نشوفوا كذلك اللاعب ديال باير ليفركوزن لاعب عدلي اللي عنده مستوى كبير جدا ولاعب اللي يجيد الاختراق، وان شاء الله يعني لا الزلزولي لا كذلك عدلي بامكانهم انهم يغطيوا على الغياب ديال لاعب سفيان بوفال. كذلك يعني الغياب حكيم زياش لحد الآن الناخب الوطني لم يؤكد يعني مشاركة اللاعب من عدمها بحكم قربكم يعني من آخر أخبار المنتخب الوطني المغربي. هل هناك آمل يعني لمشاركة اللاعب أمام المنتخب الجنوب إفريقيا؟ وكيف ترون يعني حظوظ أسود الأطلس في المباراة القادمة أمام منتخب جنوب إفريقيا؟ اكيد سيميلود نعرف جيدا القيمه الكبيره ديال اللاعب حكيم زياش كقطعه اصليه في تشكيله المنتخب المغربي، كقيمه مضافه للخط الامامي ديال المنتخب الوطني المغربي. حكيم زياش الذي يعول عليه الناخب الوطني انه يكون او انه يقود الهجوم ديال المنتخب الوطني على مستوى كجناح ايسر. الطاقم الطبي بالنسبه للمنتخب الوطني وضع واحد البرنامج تاهيلي للاعب، وان شاء الله الحمد لله انه سمعنا من خلال الاصداء اللي كتجينا من سان بيدرو ان اللاعب يتمثل للشفاء، وكذلك انه ممكن او انه تاكد بنسبه مئويه كبيره جدا انه حكيم زياش غادي يكون غدا ان شاء الله باش انه يلعب بشكل اساسي. وسيما انه اللاعب حكيم زياش اعطى اشارات كبيره جدا انه يرغب بشده باش انه يكون في التشكيله الاساسيه. ومن خلال الاخبار اللي كتجينا من تما من سان بيدرو اكيد ان اللاعب جاهز للمقابله ديال غدا وبنسبه مئويه كبيره غادي يكون في التشكيله. بالنسبه للمشاركه ديال المنتخب المغربي والحظوظ ديالو امام منتخب جنوب افريقيا، الاوفر حظا هو المنتخب المغربي بحكم التجربه، بحكم انه رابع العالم، بحكم العديد من الامور، بحكم ان يعني بحكم جوده اللاعبين اللي كيمتلك. نعم منتخب جنوب افريقيا منتخب خاصنا اننا نحترموه. اكيد جنوب افريقيا ماشي هو تنزانيا، ماشي هو الكونغو الديمقراطيه، وماشي حتى هو منتخب زامبيا، ولكن المنتخب المغربي عازم انه يحقق الفوز، لان المقابله لا تقبل فيها القسم على 2. منتخب عازم انه يحقق الانتصار اللي غادي تشفع ليه انه يتاهل لدور 8 ان شاء الله. والمنتخب المغربي
منتخب جنوب افريقيا يمتلك لاعبين اسراع، لاعبين مميزين في الخط الامامي، ومعظمهم كيلعب في ميلودي سان داونز، ولكن ما نساوش انه يعني كيدير اخطاء على مستوى الدفاعي، وعنده مشاكل على مستوى خط الظهر. إذا شكرا لك عبد الحق سرحان الصحفي بموقع أنفو سبور على كل هذه الإضافات. وإلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج حصيلة الكان. نترككم الآن مع برنامج مباريات يوم غد لدور 16 لكأس إفريقيا بالكوت ديفوار. شكرا لكم على كرم الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.